تعبت عليه وسهرت الليالي عشان اربيه، وفي الاخر جاي يقولي انا همشي واسيبك. انا تعبت من البيت هنا وعايز اروح امشي واروح عند بابايا. تخيلوا كده يجي اليوم عليكي وابنك يجي يقولك انا زهقت، انت بتقعدي تزعقيلي، انت بتقعدي تضربيني، انت بتقعدي تعملي، انا همشي، انا هسيب البيت. ردة فعل الام هيبقى عامل ازاي؟ هتستقبلي الموضوع ازاي؟ تخيلي في يوم كده صحيتي من النوم، لو انتي منفصلة او جوزك لا قدر الله توفى وابنك عايز يسيبك ويمشي بعد ما تعبت عليه وربيتيه وسهرتي وقت تعبه، وانتي اللي شلتيه وتحملتي مسؤوليته لما كان صغير، وفجأة يقولك انا خلاص، انا عايز امشي. رد فعلك هيكون ايه؟ عنيف ولا هتسيطري على الموقف؟ بشوف مشاكل كتير جدا على المواقع ان لما تبقي منفصلة وابنك يعمل كده وتقعد تشتكي تقول بيبقى عايز يمشي، على طول عنيف، على طول ما بيسمعش الكلام. مفيش مرة فكرتي ليه هو بيعمل كده؟ ما يمكن تصرفك معاه هو السبب في كده. يمكن انت فعلا عصبية، يمكن انت بتأذيه، يمكن هو كره فعلا العيشة. حاولي حاولي تتعاملي معاه يعني حاولي تبدأي صفحة جديدة، جربي تبدأي صفحة جديدة، شوفي هيبقى التعامل معاه هيبقى عامل ازاي. خليكي هادية، اتحكمي في اعصابك، مش كل حاجة بنبدأ نتعصب عليها. هو العيال في العموم كلهم يشلوا، والله مش هقولك لا، بيشلوا ويعصبونا، بس دي سنة الحياة، لازم نهدى شوية. لازم انك انت الكبيرة، انت اللي هتعرفي السيطرة على اعصابك وعلى عصبيتك. لازم نهدى شوية. وحشتوني جدا جدا جدا. قلت اعمل معاكم روتين يوم الجمعة، كان نفسي اعمله من بدري. صحيت الصبح زي ما انت شفتوا كده، كنت نايمة بس يوني كان نايم على السرير التاني، قمت واتوضينا وصلينا واخدنا حتة قرصة كده من القرص بتاعة تيتا، لان كان الخميس الكبير بتاعها امبارح، فاخدت قرصة جميلة كده، الله يرحمها ويجعل مأواها الجنة يا رب العالمين. ونزلنا كده وفضلت واقفة في الشارع حوالي ربع ساعة ونص ساعة عشان الاقي عربية عشان اركب مواصلات عشان انزل السوق. وزي ما انت شفت كده نزلت السوق، الدنيا كانت زحمة والحاجة كانت جميلة، شفت منظر الخضرة، اللهم ديمها علينا نعمة. جبت بقى من خيرات الله وحياة ربنا، انتوا عارفين كان بقالي اسبوعين او 3 حرفيا التلاجة فاضية من وقت من وقت ما جدتي توفت. الكيسة اتقطعت مني من وقت ما تيتا توفت، وانا كنت بقالي اسبوعين، ده تاني اسبوع داخلين، تاني اسبوع منزلتش السوق حرفيا والله العظيم. كانت التلاجة ما فيهاش اي حاجة، يعني كنا بنسلك كده وخلاص، ما كنتش قادرة. ماما كانت برضو نفسيا، كانت الدنيا مش احسن حاجة. فقلت بقى خلاص يوم الجمعة ننزل ايه، نشتري الطلبات بتاعة السوق وكده ونشوف الخضار بتاعنا. جبنا بتنجان، قرنبيطة جميلة، شوية بصل. نور بقى كانت بتقولي أنا نفسي في جرجير وبصل وشوية طعمية الصبح كده، فقلت عينيا ما بدهاش. انزل بقى الجمعة كده، ده هما بس يطلبوا وانا انفذ. وجبت الخضار الجميل ده، نعمة بجد لما تلاقي الحاجة. هنا دول حضرنا فطار بسيط كده، البيض بقى ما حدش يقول لي مال البيض عامل كده ليه، لا يا جماعة ده التصوير بس، هو والله كان باهت شوية، بس الحاجة كان جميل واليوم كان جميل، جمعنا فيه كلنا. لان ماما كانت متعودة دايما تروح يوم الجمعة لتيتا، وكنا بنفطر لوحدنا، فيا حبيبتي الله يرحمها. فجمعنا كلنا بقى وخالته جت وقعدنا وعملنا بقى ايه شاي وقعدنا نتكلم.
حقيقي اللمة بتبقى حلوة، لمة العيلة جميلة. اللهم ديمها علينا يا رب نعمة، نفضل ملمومين كده في الفرح دوما يا رب. واستغليت بقى فرصة ان الواد محمد بقى ايه قال لي انا عايز بابا قال لي انا هاجي اخدك يوم الخميس وتبات معايا. فقلت له ماشي يا حبيبي روح. فقلت بقى استغل الفرصة بقى وادلع نفسي، ما ده انا دلعت نفسي دلع يا بنات زي ما انتوا شايفين كده في التنظيف. اه والله، بس انا برضو دلعت نفسي في حتة تانية كده، هنزل لكم فيديو ايه مية مية. قلت اروق على نفسي برضو يوم الخميس، برضو ايه الخميس الونيس وكده. فقلت اروق على نفسي، اشمعنى الواد محمد يعني يروق على نفسه ويخرج مع باباه وانا داني قاعده في البيت يعني زي ما انتوا شايفيني كده. قلت ما بديهاش. فقلت بس انضف الشقه، لان الشقه كانت عباره عن مزبله، ما كنتش فاضيه انضفها خالص، ويعني كنت بعمل يا دوب حاجات على قد كده. فقلت ايه انضفها. وبالنسبه للمشكله اللي انا قلت لكم عليها، عصبيتك على ابنك او على ولادك مش هي اللي هتحل الموقف. مؤخرا انا كنت عصبية، بس مش عصبية اللي هو يتضايق الواحد او تخلي اللي قدامك ينفر منك، لا. يعني تقدري تتحكمي، او بقدر اتحكم في العصبية بتاعتي، الا اذا كان محمد كان ناوي يشلني فبتشل معاه. يعني في حاجة جربتها كده ونفعت بجد والله، جربوها. تعد من 1 ل10، خلي عندك هدوء نفسي كده. وانا كنت عصبية جدا على فكرة، واتعلمت البرود معرفش ازاي وازاي وفين، بس انا معرفش، انا اتعلمت البرود حقيقي. لقيت ان العصبية جت على صحتي، يعني قبل ما اذيه كمان وهو يتضايق من عصبيتي. لقيت ان انا بتعب. فانا قلت طب انا هستفاد ايه لما بتعب، وكمان هدمره. و لما بتعصب بفضل نايمة على السرير، ببقى جايلة حالة اكتئاب. طب وليه ابني يشوفني كده؟ فدوما خلي عندك يعني تكوني سياسية. حاولي تقولي له خلاص يا حبيبي، سيبني دلوقتي عشان انا متضايقه، سيبني دلوقتي عشان مش هتعصب. عدي من 1 ل10، امسكي اي كورة اي ورق، حقيقي والله العظيم ما مش اي كلام، جربي تعمليها وانتي هتحسي انك انتي بدأتي تهدي. لما تهدي ابدأي اتكلمي معاه، يعني قولوا له حبيبي لما بقى متعصبة مثلا ما تجيش جنبي، او متضايقة ما تجيش جنبي. يعني حاولي تفهميه، بس عصبيتك وضربك الشديد ليه مش هيجيب معاه، مش هيأثر معاه، بالعكس ده هيخليه يزيد عند معاكي اكتر. فخليكي سياسية. وبعدين هاتي مواقع على الانترنت ومواقع، هتلاقي ناس كتير بتتكلم عن التربية الإيجابية، هاتيها وتعلمي. يعني ما هو الواحد طول ما هو عايش لازم هيتعلم. فحاولي، مش هتقدري من اول مرة، مش هتستجيبي من اول مرة، مرة واتنين وتلاتة يا بنات. يعني ما تخليش العصبية هي اللي يعني ايه اللي تقودك للموضوع ده، لا، تغلبي عليها. الموضوع بيبقى في الاول والله صعب، لان انا جربت مجرباه وعارفة، بس بعد كده خلاص بقى اتعودت. اول ما يبدأ بقى يعصبني ويبدأ يعمل حركات تستفزني وكده، تلاقيني ايه، لا قمت من المكان اللي هو قاعد فيه، او تلاشيته، او قعدت اعد من 1 ل10 وحياة ربنا لغاية ما بهدى خالص. وبعد كده ابدأ افهمه كده غلط يا حبيبي، متعملش التصرف ده تاني، عشان نبقى كويسين. ولما بلاقيه بيسمع الكلام بقى وبدأ يستجيب معايا، بكافئه، تعالى نخرج النهاردة. فخليكي كده. وقولولي رأيكم برضو في الكومنتات، هل انا صح هل انا غلط، او قولولي انتوا بتتعاملوا ازاي مع الطفل العنيد او الطفل العصبي او الام العصبية، ازاي بتتعاملوا في المواقف دي. هنا بقى ايه، بصوا السجاد هنا كان تقيل جدا وما كنتش قادرة، يعني مش كنت بشيله بالعافية.
ان سجاد الهاند ميد ده بيبقى صعب جدا وتقيل. ف حتى بصوا شايفين، مش قادرة اشيله حقيقي والله. ودوما عايزه اقولك على حاجه كمان، ودوما وانت بتنضفي او انت بتغسلي مواعين او بتعملي الاكل، دوما خلي الذكر على لسانك، دوما اذكري ربنا. هتحسي براحه نفسيا شديده جدا لابعد الحدود. كان حد نصحني بكده، قال لي طول ما انت مثلا بتنشري بتغسلي بتمسحي بتعملي الاكل، دوما اذكري ربنا، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، وعودي استغفري ربنا، وادعي ربنا ان هو يرزقك، وادعي ربنا ان هو يفرجها عليكي، ويهدي لك ابنك او عيالك، ويكرمكوا، ويرزق جوزك، ويحسن خاتمتنا. ده انك ادعي. الدعاء بيغير القدر، يعني الدعاء بيغير القدر. فدانكوا ادعوا ربنا. لو مهمومة او عندك كرب ادعي ربنا. فدوما وانتي شغالة كده تفضلي ادعي ربنا، وخلي لسانك يذكر ربنا كتير جدا. خلي كل ما تعودي نفسك انك انتي على طول وانتي شغالة او انتي بتعملي حاجة لسانك فيه الذكر، هتلاقيكي وانتي في اي حاجة، انتي ماشية، انتي هنا قاعدة، انتي مش عارفة ايه، هتلاقي برضو لسانك على طول يذكر ربنا. فخليه اتعودوا، اعملوا الروتين ده، صدقيني هيفرق معاكي جدا وهتحسي براحة نفسية. من اهم الايات كمان اللي بحب اقراها واحس ان هي فعلا راحة نفسية، غير طبعا سورة الكهف اللي بنقراها يوم الجمعة، من احب الصور اللي قلبي هي سورة الرحمن والواقعة وسورة الملك وياسين. بصوا، بحس براحة نفسيا جدا لما بقراهم كده. وببقى لما ببقى متضايقة بقى وهموم الدنيا كلها كده، مش مجرد ان انا مش لازم اقراها، مجرد ان انا بس اشغلها كده واسمعها وتتمعني في كلامها، بفضل سبحان الله، وتلاقيني كده افضل اعيط لغاية ما اهدى من جوايا كده، وفي حاجة تطبطب على قلبي من جوا. حقيقي بيفرق معايا جدا. بصوا بقى، انا ايه قلت ايه، هقفل معاكم الكاميرا بقى عشان اجيب حد يساعدني يكمل، لان كنت ايه خلاص فصلت. وده بعد ما ظبطت الشقة ورتبتها. وبعدين ايه، ماما كانت حضرت شوية رز، كان عندنا اكل يعني باقي طبيخ، فقلنا لقمة صغيرة كده النهاردة الجمعة وبكرة بنعمل. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى تحطوا لنا لايك وتشتركوا في القناة لو انتوا اول مرة تشوفونا. مع السلامة.